توماس مولر ليس جيرد مولر في الصندوق. مشاهدينا الكرام، المنتخب الالماني لما يغيبوا عليه منذ التاريخ عرفنا اكبر القناصين في المنتخب الالماني. 120 مباراة دولية لشفاينشتايجر هذه الليلة كابتن المنتخب الألماني، عنده 342 مباراة سابقة مع بايرن ميونخ، 62 هدف، 8 بطولات البوندسليغا مع البافاري لباسيان شفاينشتايجر، وعنده كأس العالم وعنده كذلك دوري أبطال أوروبا 2013. تالي على الطريقة الإنجليزية في البريمير ليج نجم ليفربول لتعويض السامي خضيرة والاتيان بالحلول الكثيرة. كراس شفاينشتايجر التدرج بالكرة السريعة من جانب الألمان. مسعود أوزيل يعدي، أوزيل يحافظ على كورته، رائعة. كيميتش يراوغ ويسدد التصويب، التدخل من أمتي. كيف سيكون هذا الحوار؟ هذا هو النوع الأسد الألماني أمامه ديمتري بايت اللي سيلعب على الجدار الألماني. يعني كرة بايت من الآن أقول لكم مشاهدينا الكرام إن نجحت فستكون على يمين الحارس مانويل نوير، ستكون على يمين الحارس مانويل نوير. قوة ديمتري بايت وأنه يرفع الكرة فوق الجدار بدقة عالمية خرافية. توماس مولر، باسيان شفاينشتايجر، امريكان، الجدار الدفاعي للالمان. مانويل نوير سيكون على اليسار، الكرة ستكون على اليمين، الجدار بتحمل المسؤولية. اذا ديمتري بايت كل الجماهير الفرنسية واقفة على اعصابها تستنى في الصاروخ العابر للقارات. ديمتري بايت يستنى فيه نوير، وكانت الكرة على اليمين كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، الكرة على اليمين ولكن نوير أسد العارين. واضح الحارس الألماني قرأ ألف حساب لتصويبات ديمتري بايت كما أنا نعرفها، فما بالك يعرفها. يوسع التصويب من مسعود أوزيل. شفاينشتايجر نار يا وخياني، نار. كرة شفاينشتايجر يتصدى لايكو لاريس. الألمان نار في هذا الزمان، الألمان معهم لا يمكن أن تحلم بالأمان. ركنية لمسعود أوزيل ولوران كوسيني يحاول أن يبني الألمان من الدفاع كالعادة بدون تسرع. الوقت يعدي ويمر، نصف ساعة لعب تجاوزناها. الألمان في الوضعية الهجومية غريبة هذه التراجعات الفرنسية. كيميتش يوسع وتصويب. دفاع فرنسا مرعب. هذا المنتخب الألماني مرعب، هذا المنتخب الألماني هو ببساطة بالسهل الممتنع. ألماني على نطاق جدار برلين السابق الشاهق. بلايس ماتويدي، سامويل أومتيتي رايح على باتريس إبرا، كرة جريزمان ذاع في هذا المكان. جريزمان لم يكن فنان بكرة روعة من باتريس إبرا. أكيد المدرب ديدي ديشان مطالب مشاهدينا الكرام بتعديل الأوتار قبل نهاية المشوار لتجنب خسارة بكل المرارة في استاد فيلودرام. أجواء جماهيرية كهربائية هستيرية للجماهير الألمانية وكذلك الفرنسية. مسعود أوزيل توماس مولر، تعدي عكسية وسامويل أومتيتي بالمقاسية. جيرو بوتون شوت، هرب جيرو التصويب. روعة بنديكت فرنانديز طويلة، التصويب بالراس من ديمتري بايت. وما زالت الكرة في الدفاع الألماني، الحكم يعطي مخالفة. ماذا يقول ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم ريتسوني؟ يقول ضربة جزاء. قرار غامض من نيكولا ريتسوني يعطي ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي. حتى الجمهور الفرنسي مش مصدق،
حتى الجمهور الفرنسي وكل الملاحظين والزملاء الاعلاميين بالجانب على اليمين على اليسار غير مصدقين لقرار الحكم الايطالي نيكولا ريتسولي. هذه هي الكره، التدخل بين باستيان شفاينشتايغر وباتريس إفرا. يبدو ان هنالك لمسه يد بالفعل من باستيان شفاينشتايغر. اليد اليمنى لكابتن المانيا، هو منعرج خطير للدفاع الالماني. ريتسولي يعطي ضربه جزاء بلمسه يد لشفاينشتايغر. مسعود اوزيل في حاله استغراب. المنتخب الالماني لم يقرا هذا السيناريو. مانويل نوير الاسد الالماني امام انطوان جريزمان. يساريه نجم اتلتيكو مدريد في حواره مع مانويل نوير. لحظات تاريخيه للكاتبه الفرنسيه من اجل كتابه التاريخ، من اجل كل التاريخ. يتقدم انطوان جريزمان، جول! بركان غليان انطوان جريزمان باجمل الاقدام. ديدي ديشان في حاله ذهول. المنتخب الفرنسي مشاهدينا الكرام في ضربه جزاء يعطينا اسبقيه في هذه الابقات الكرويه لهذه الجماهير الفرنسيه. نار في ملعب الفيلودروم مشاهدينا الكرام. على يمين مانويل نوير، جابها له على يمينه، حطها له، واسبقيه للديكه الفرنسيه. صيح يا ديكا فرنسي. نهايه الشوط الاول بتقدم للمنتخب الفرنسي بهدف انطوان جريزمان. المنتخب الالماني مازال ما قالش كلمته. مسعود اوزيل على اليسار، اكتور يوسع، والتأمير الدفاعي من لوران كوسيني. يخرج من هذه الورطه الالمانيه المنتخب الفرنسي. سيسوكو رائعه لكن بعيده من سيسوكو. موسى سيسوكو قد يغادر كذلك في وسط الميدان. على الطرف الايمن ياتي كينغسلي كومان، ممكن ياسر. ترجع الكره لكيميتش. 65% للالمان، 35% للفرنسيين. انطوان جريزمان، الركنيه اختارهم يبقى لوران كوسيني واوليفييه جيرو، واحد من الاثنين. يوزع جريزمان الكره لكوسيني، طبعا هذا هو لوران كوسيني قلب دفاع لارسنال، واللي نبات عليه هو او اوليفييه جيرو. المطارق الرأسية الفرنسية في الدفاعات الألمانية. ويرجع جريزمان، رائعة من المنتخب الفرنسي. ماتويدي سيسوكو، الموج الأزرق إلى الأمام. بليس ماتويدي يطلب الكرة لكن على اليسار ديمتري بايت أسرع منه كيميش. بايت انتهى بدنيا، بايت لازم يخرج. بايت التصويب غريبة. قلت لكم مشاهدينا الكرام يفتقد للأكسجين الآن ديمتري بايت. يلزم يأتي كينغسلي كومان أو أنتوني مارسيال. الأكثر سيكون أكيد كينغسلي كومان. عودة ألمانية في الوضعية الهجومية. توماس ميلر، ماريو غوتسي أصبح هو القناص. ميلر في نظام 4-2-3-1 إلى جانب دراكسلر ومسعود اوزيل. كرة رائعة، كرة ممتازة. كيميتش يوسع. سامويل أومتيتي ركنية ألمانية. أومتيتي يكشر على أنيابو في مباراة رسمية من العيار العالمي. أومتيتي يقنع هذه الليلة أوليفييه جيرو. يخسر الكرة على طول لبنديكت أبيديس، ونافع. بول بوجبا يحاول المراوغة. بوجبا يا سلام، يوسع. جول! الهدف الثاني
الفرنسي في لحظاته المثيرة. الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. أنطوان غريزمان أجمل الأقدام في هذا الزمن. هدفان من نار، هفوة قاتلة من كيميش، وبول بوجبا يكسب المعركة ويوزع خروج نوير، وغريزمان لا يرفض الهدية الألمانية. هدفان في أجمل زمان. لا يمكن لنا مشاهدينا الكرام وصف الحالة الهستيرية للجماهير الفرنسية في مدرجات استاد الفيلودرام. بركان وغليان. أبرز حراس العالم يهدي الكرة لأفضل لاعب في هذا اليورو أنطوان غريزمان. أفضل هداف، مان أوف ذا ماتش، أفضل لاعب في هذا اليورو، هي الكل علامات أنطوان غريزمان. المنتخب الفرنسي مشاهدينا الكرام ينجح الآن. شوف الكرة، جيرو، والكرة مرة أخرى إعصار فرنسي، إعصار في هذا المشوار. مسعود أوزيل، 5 لاعبين ألمان ضد 5 لاعبين فرنسيين. يعود بسرعة بليز ماتويدي وانجولون كاردي. كيميتش يحذر وإمكانية التصويب على القائم الأيمن لجولوريس. كرة كيميتش على القائم الأيمن. شوف الكرة ترتطم بالقائم الأيمن وتعلم المنتخب الألماني في لحظات جنونية. نار 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 يا حبيبي، نار. شنو هذا؟ ما هذا بين فرنسا وألمانيا؟ أصعب حكاية، أخطر رواية، وما زلنا لا نعرف النهاية، لأن المستحيل ليس ألماني ولا، لكن النهاية لم تكتب آخر الحكاية، وضاعت الثلاثية الفرنسية لتكون تاريخية. ليراي ساني، تصل الكرة اليساري المهاري، ساني إماد يوسع لمن تغني يا ألماني إنك تعاني. جينياك يتفوق عليه مستعفي ويعدي ويمشي. كروس، الحكم يطلب اللعب. هجوم عكس المنتخب الفرنسي. القدسي سكو على اليمين. كروس، توني كروس، دراكسلا يغير لكيميش على اليمين. اخر مناورات المنتخب الالماني، يوسع. اوه، شنو هذا يا لوريس؟ لوريس على طريقة أعظم لوريس. روعة ورشاقة. الخط النهائي للمرمى. انتهت البطولة. الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضايع. لم يبقى إلا دقيقة واحدة.